سألتوني عن ازاي بفك الحاجات المجمدة في الميكروويف. بصوا يا بنات، لو انتي هتحطي حاجة مجمدة في الميكروويف هيديكي اختيارين: عايزة تفكيها عن طريق الوزن ولا عايزة تفكيها عن طريق الوقت. انا برجح دايما ان انت تفكيها عن طريق الوزن، لان انتي مش هتعرفي تحددي الوقت المعين اللي هتفكي فيه الحاجة. فهتحطي مثلًا لو هتحطي مثلًا نُص كيلو كبدة، فهتضغطي على الزرار اللي هو بتاع DEF1 وهتبدئي إن أنتِ تزوّدي من الزرار ده. 1 ده يعني 100 جرام أو 200 جرام أو 300 جرام وهكذا. يعني أنتِ مثلًا لو هتحطي نُص كيلو كبدة ده يعني 500 جرام، فأنتِ تضغطي لحد ما توصلي مثلًا لرقم 5 كده 500 جرام بالضبط. بس أنا ما باوصّلهاش دايمًا لحتّة 500 جرام، باخلّيها مثلًا 400 جرام، يعني باقلل عن الوزن اللي موجود في الميكروويف 100 جرام، باقلل 100 جرام احتياطيًا، لإن ممكن تكون الحاجة اللي معايا ميزانها مش مضبوط. هنا لمّا حددت له إن وزن الحاجة اللي في الميكروويف 400 جرام، هو اداكِ التوقيت لوحده تلقائي 7 دقايق و50 ثانية. أول ما بيظهر لِك الرقم اللي هو حدده لِك بتضغطي على زرار restart، وكده معناه إن بدأت عملية فك المجمدات. لو أنتِ بقى شطورة وعارفة تقدّري لوحدِك إن الحاجات اللي في الميكروويف هتحتاج وقت قد إيه، بتستخدمي زرار الوقت في فك الحاجات المجمدة. بتضغطي عليه اللي هو DEF2 اللي هو defrost برضه، وبتحددي الوقت اللي انت عايزاه: دقيقة، دقيقتين، 3. هنا بقى زرار المشروبات وبيتحدد مش بالوقت، بيتحدد بكمية المشروبات اللي انت حطاها. يعني حاطة كوباية او كوبايتين او 3 كوبايات، اضغطي على زرار ستارت وبتقدري برضه تفتحي عليهم في اي وقت. طيب لو أنا مخرّجة العيش من الفريزر وعايزاه يفِك وعايزة أسخّنه في نفس الوقت، دول عمليتين بيتعملوا مع بعض في وقت واحد. أول حاجة بتضغطي على defrost 2، بعد كده بتضغطي على زرار الminute، بتختاري مثلًا دقيقة، دقيقتين أو 3 دقايق، وبعد كده بتضغطي على start. هو بيفِك العيش وبعد ما يخلّص فَك بيسخّنه لِك. طيب نيجي بقى لأهم حاجة، وهي إزاي تأمّني على أطفالِك من الميكروويف، اللي هو تعملي له lock كده بمعنى أصح، تقفليه إن ما حدش يعرف يستخدمه وأنتِ مش موجودة. تضغطي على زرار الpower ده ضغطة مطولة دقيقة، دقيقتين، لحد ما يظهر لِك الشكل ده على الشاشة. طول ما هي مقفولة بالشكل ده مهما ضغطوا على أي زراير ما فيش أي زرار هيشتغل. علشان تفكيها بقى بتضغطي برضه على زرار stop ده لمدة دقيقتين أو 3، بتفك معاكِ وبيظهر لِك الأصفار تاني على الشاشة. يا رب أكون أفدتكم، ولو محتاجة إن أنا أقول لِك على بقية استخدامات زراير الميكروويف زي الشواية، إزاي تساوي من تحت وتشوي وتحمّري من فوق، تابعي الفيديو بتاعتي وسيبي سؤالِك في تعليق تحت الفيديو، وإن شاء الله هاحاول أفيدكم بأي حاجة تسألوا فيها. احفظي بقى الفيديو ده عندِك وشير لصاحبتِك اللي عندها ميكروويف ومش عارفة تستخدمه إزاي. نتقابل في فيديو جديد إن شاء الله.